هو أنت ممكن في يوم من الأيام تكره والدك عشان بيشد عليك؟ علاقة اللاعب بالمدرب هي بالظبط كأنها علاقة الأب بابنه. ساعات المدرب بيسعى للاعب فعلا، بس مش عشان يكسره، عشان يطلع منه أحسن نسخة، ويمكن عايزه يطلع أحسن منه. فلما تلاقيه بيديك المعلومات على قدر الحاجة، فهو مش عايزك يشتتك، هو مش عاوز يخليك تايه، هو بيديلك المعلومات على قدر الحاجة، على قدر ما انت هتستوعب دلوقتي وهتستفاد دلوقتي. كتر المعلومات مرة واحدة ده مش هيفيدك، ده هيأذيك. طبيعي جدا ان اللاعب ممكن يزعل، لانه بيحس ان المدرب مش بيديله كل حاجة هو محتاجها، مع ان هو فعلا انت بتاخد كل حاجة انت محتاجها، بس في الوقت ده، لان كتر المعلومات ممكن تأذيك اكتر ما تفيدك، خصوصا لو سمع كلام من اللي احنا فاهمينه من ناس حواليه. ناس بكلامها السلبي بتحاول تكسر العلاقة اللي ما بينك وما بين المدرب بتاعك، وهتسمع جملة ده هو قاصد انه ما يديكش كل حاجة. بس تعال نفكر بعقل، هو نجاح المدرب من نجاح مين؟ هو مش من نجاحك انت؟ يبقى مصلحتك ومصلحة المدرب بتاعك واحدة. فرسالتي ليك، لو سمعت الكلام ده من اي حد، اعرف ان الحد ده مش كويس، عايز يدمر العلاقة اللي ما بينك وما بين المدرب بتاعك، فاحذر منه وابعد عنه، وحاول تفهم المدرب بتاعك، لانه اكتر واحد عايزك تبقى ناجح.